السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في كل مكان، وأهلا أعزائي المشاهدين في كل مكان برضو في حلقات تعلم اللغة الإنجليزية في المستوى الأول مع بعض من الحلقة الرابعة إن شاء الله. النهاردة مع بعض مكملين إن شاء الله نوصل مع بعض للاحتراف زي ما قلنا. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقات اللي فاتوا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت يا ريت يرجع تاني عشان يعرف إحنا وصلنا فين ويمشي معانا مظبوط. ويلا نشوف النهاردة هناخد إيه بإذن الله بعد ما نقول يلا بينا. اهلا بكم من جديد ابناء وبنات الطلاب في كل مكان. النهارده ان شاء الله هناخد حاجه مهمه جدا جدا، حصه خفيفه ورشيقه تمام وحلوه خالص خالص تمام. والنهارده هنروح يا سيدي للجزء اللي احنا سيبناه في الجمله اللي هو الفعل. احنا اتكلمنا قبل كده على الفاعل واتكلمنا على الادوات واتكلمنا على الصفات. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفعل اللي هو تاني شيء في الجمله. طبعا احنا اخرناه شويه بس لانه هو مهم جدا جدا. تعال نشوف هنبدأ بمين النهاردة. أول حاجة النهاردة هنبدأ بحد مهم جدا بيقول لي اسمه verb to be. verb to be يعني الفعل يكون. الفعل يكون مهم جدا 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 تمام. verb to be أو نقول العم بي تمام، نسميه العم بي. يلا ايه رايك؟ العم بي اسمه بالعربي يعني يكون. العم بي هو مصدر الفعل يعني الفعل الاساسي. العم بي يا شباب معاه 3 اولاد. اولاد العم بي 3. مين هم يا ترى؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. اول واحد من ولاد العم بي اسمه ام تمام، اسمه ام. ام بمعنى يكون. طبعا احنا اكيد الفعل زي ما قلنا قبل كده انه مرتبط بالفاعل او مرتبط بالاسم. طيب ام يكون مثلا ده بياخد مين يا ترى يا ترى يا ترى؟ بياخد ضمير واحد من الضمائر اللي احنا اخدناهم. ام ده ما بيحبش حد غير الضمير اي تمام. الضمير اي تمام مع ام بيبقى I am يعني انا اكون تمام. ده أول واحد من ولاد العم بي. am بياخد I تبقى I am I am I am أنا أكون. زي مثلا لو أنا قلت I am، لا استنى شوية عليها دي. I am boy. غلط يا مستر، فين أداة النكرة؟ مفيش اسم من غير أداة، برافو عليك. I am a boy I am a boy أنا أكون ولد. I am برضو تاني I am a girl أنا أكون بنت. برافو، منسيناش إيه المرة دي أداة النكرة. I am a boy I am a boy I am a girl أنا أكون ولد أنا أكون بنت. طب أنت كل شوية كنت بتعمل حاجة وتقول لسه شوية، تعال نشوفها إيه هي دي. بص كده إحنا ممكن نختصر I am دي وتبقى كده am، يعني نحذف حرف الإيه ونحط مكانه بستريف تبقى I'm a boy I'm a girl I'm أحمد تمام. I'm hungry أنا جعان تمام. لما تقول للماما بتاعتك في البيت I'm hungry أنا جعان ماما تمام، يعني أنا عايز آكل بمعنى صح. I'm hungry I'm happy I'm a girl I'm sad تمام. أهو مثلا I'm happy أنا أكون سعيد تمام. يبقى I am a boy I am a girl I am hungry I am happy. لحظة، انت ما حطيتش هنا أداة النكر. الأدوات تسبق الأسماء فقط. أما hungry صفة، happy صفة، صفة إن أنا سعيد أو إن أنا إيه جعان يعني بمعنى صح أو جائع تمام. يبقى إحنا خدنا قبل كده إن الأدوات تسبق الأسماء ماشي. طيب يبقى عندي أول ولد من أولاد العم بي am بياخد مين؟ I am أو am مع بعضها تمام، يعني أنا أكون. طب تاني ولد من ولاد العم بي، تعال نشوف كده الولد التاني معانا مين يا ترى؟ معانا مين؟ قال لي is بمعنى يكون برضو من ولاد العم بي.
طيب يا عم بي ابنك إز ده يا ترى هياخد مين؟ قال لي ابني إز ده هياخد، تعالى أقول لك. بص يا سيدي، أول حاجة هياخد هي هو، وهياخد شي هي، وهياخد إت هو أو هي لغير العاقل. تمام، بس كده؟ قال لي لأ، وكمان أي اسم مفرد. يبقى عندي إز هياخد مين؟ هياخد هي، هياخد شي، هياخد إت، وأي اسم مفرد. تمام، يبقى إز عندي من ولاد العم بي هياخد 3 ضمائر وأي اسم مفرد. مثلا لو أنا قلت مثلا he is sad، هو يكون حزين. he is sad، he is sad، he is sad، هو يكون إيه؟ حزين. هي مثلا، أو بناخد she مثلا أهو، she is a girl، هي تكون بنت. برافو، ما نسيتش عندك مين؟ أداة النكر، وادي الفيرب is عندي، أو تاني ابن أبناء العم بي. طيب مثلا مثال تاني يا سيدي، نقول مثلا it is a cat، هي تكون قطة، واستخدمت it أنا عشان القطة غير عاقل. it is a cat، it is a cat برضو ما نسيناش هنا عندي أداة إيه؟ النكرة. تمام. طيب مثلا ممكن أقول منى is hungry، منى تكون جائعة، منى تكون إيه؟ جائعة. تمام، يبقى عندي تاني ولد من ولاد العم بي اللي هو is، he وشي وإت وأي اسم مفرد. هياخد الأربعة دول، he وشي وإت وأي اسم مفرد. I هياخد I هياخد وإز هياخد he وشي وإت وأي اسم مفرد. he وشي وإت وأي اسم إيه؟ أي اسم مفرد. طب يا ترى ولاد العم بي معاه ولد تاني؟ قال لي معايا ولد تالت. اسمه ايه يا عم بي؟ تعبتنا معاك. قال لي اسمه ار. يعني ار؟ قال لي برضه يكون. تمام، برضه يكون، برضه يكون. طب يا ترى ار ده بياخد مين يا عم؟ قال لي تعالى يا سيدي انا اقول لك. بص، اول حاجه عندي بياخد زي هم زي. طيب مين تاني؟ اللي بياخد وي نحن. بياخد مين تاني؟ اللي بياخد يو، انت او انتي او انتم او انتن. تمام، يو. وايه تاني؟ اللي اي اسم جمع، اي اسم جمع. تمام، يبقى ار عندي بياخد زي وي ويو واي اسم جمع. مثلا مثال لو انا قلت ذا بوي مثلا اهو، ذا بويز الاولاد ار يكونوا happy سعداء اهو. تمام، احنا عارفين طبعا الصفة ايه؟ لا تجمع، خدناها الحصة اللي فاتت. the boy are happy، الاولاد يكونوا ايه؟ سعداء. ممكن اقول مثلا زي، اشيل بوي دي واخد مثلا اقول زي are happy، هم يكونوا سعداء مثلا. او ممكن اقول له you are علي، انت تكون علي. you are علي، انت تكون علي مثلا. ممكن اقول جملة تاني we are nice، نحن نكون ايه؟ لطفاء، نحن نكون لطفاء. تمام، يبقى انا عندي ولاد العم بي 3، ولاد العم بي 3 am وis وار، دول ولاد العم بي. تمام، ولاد العم بي am وis وار، am وis وار، am وis وار. am بياخد I، is بياخد he وشي وات واي اسم مفرد، وعندي ار بياخد زي ويو واي اسم جمع. طب تعال نكمل النقطة اللي جاية بعد ما نعمل ايه؟ ريموف للسبورة. يلا نمشي. دلوقتي وصلنا لحتة تانية اسمها النفي. انا دلوقتي عايز انفي ولاد العم بي. انفي ولاد العم بي، يا ترى هنفيهم ازاي؟ نفي اهو ولاد العم بي. يا عم بي ولادك ننفيهم ازاي؟ قال لي بسيطة. قال لي بص كده، انا مش ولادي مين هم؟ قلت له ولادك ام وإز وآر. قال لي بص الجماعة دول كده كلهم ولاد ال3، أي حاجة منهم حط جنبيها نوت. تمام، حط جنبيها نوت.
تبقى انت كده نفيت الجمله بتاعتي. ازاي مثلا؟ يعني مثلا لو انا خدت مثال قلت لك I am او am not مثلا sad، انا مش حزين. I'm not sad او I am not sad، تمام، انا لست حزين. هنا نفيتها، جبت not بعد الفعل من ولاد العم بي. طيب مثلا مثال تاني، بص يا سيدي، مثال تاني لو قلت لك he is not happy، he is not happy، هو ليس بسعيد. على فكرة النوت أنا ممكن أختصرها أقول كده isn't مثلا، أهي بدل is not ممكن أقول isn't، تمام، هعمل is وكده إيه إن أبوستروف تي، تمام. وكذلك الأمر هنا، بس مش هينفع إن أنا أختصر am وأختصر واحدة فيهم، واحدة من الاتنين، تمام. ممكن أقول مثلا you are إيه، إحنا بننفي ولا بنثبت؟ بننفي طبعا، هستخدم مين؟ you are not نايس، انت لست لطيف، انت مش لطيف، انت مش حلو كده، مش كول بمعنى صح. طيب يبقى برضو، وممكن اختصرها زي ما قلنا من شويه، مثلا اقول aren't اهو، تمام، aren't، تمام. يبقى I am not sad، he isn't happy، you are not nice، انت لست بلطيف. يبقى انا عشان انفي العم بي او ولاد العم بي بستخدم not بعديهم فين؟ في الجمله. طيب تعال نشوف دلوقتي هنكون سؤال ازاي مع اولاد العم بي. يا شباب هنكون تكوين السؤال. بص كده العمليه بسيطه جدا. عشان اكون سؤال مثلا مبدوء بكلمه هل، تمام، بسيطه جدا. اعمل عمليه مقص. يعني ايه عمليه مقص؟ يعني قدم الفعل الفيرب تو بي عن الايه الفاعل. يعني اي حد من ولاد العم بي مثلا خليه ايه في الاول. مثلا لو انا قلت لك جمله مثلا بتقول لك علي is hungry، علي يكون جائع. انا دلوقتي عايز اعمل سؤال، اقول هل علي يكون جائع مثلا؟ هعمل ايه؟ اعمل عمليه مقص اهو كده، تبقى is علي hungry. يعني هل علي يكون جعان؟ هل علي يكون جعان؟ يبقى انا لو قدمت الفعل المساعد تمام عن الفعل تحول عندي لسؤال ايه بهل. طبعا لازم احط هنا كوتشن مارك، تمام. طيب جمله مثلا تاني بيقول لي they are sad، دي جمله طبعا كده اهو، هم يكونوا يعني حزنويين، تمام. احزان يعني زعلانين بمعنى صح. طب انا عايز مثلا اعمل جمله، هعمل ايه؟ هعمل مقص اهو، نفس القصه، هجيب ار في الاول بس تبقى الحرف كابيتال طبعا. are they sad، هل هم زعلانين يعني، واحط الكويستيشن مارك بتاعتي، تمام. طيب انا لو حبيت اجاوب هجاوب ازاي؟ بص فوق كده عند علي، تمام، is علي hungry، هل علي hungry؟ طبعا دي يا اما هقول يا اما يس يا اما نو. لو يس هقول yes he is، yes he is، تمام. طب لو نو no he isn't أو is not، تمام. لو هنفي يعني نعم هو يكون أو لا هو لا يكون في الإجابات المختصرة. طيب هنا نفس القصة، مثلا are they sad، هل هم يعني حزنين مثلا زعلانين؟ هقول مثلا لو قلت yes هقول yes they are. طيب لو هم مش حزنين مثلا مش زعلانين هقول no they aren't، زي ما خدنا من شويه بالظبط في النفي بالظبط، تمام. طيب ده القصه دي لما انا احب اكون عندي سؤال. طيب ماشي، ده سؤال بهل. طب انا لو حبيت مثلا اعمل سؤال بأداة استفهام، طب تعالى نشوف كده، يلا نمسح. طب هنا السؤال مثلا لو حبيت اكون سؤال مثلا بأداة استفهام اهو، بأداة استفهام مش بهل مثلا، يعني مثلا وليكن الأداة هو مثلا، هو اللي هي معناها من، تمام. هو هقول ايه مثلا؟ نفس القصة. فاكر السؤال من شوية لما اتكلمنا عليه اللي هو تقديم الفعل المساعد أو تقديم فعل بي على الفاعل؟ هي وحط قدامها علامة الاستفهام. يعني مثلا ممكن أقول who is he، من يكون هو. طبعا أنا جبت is قبل الضمير، تمام، والأداة في الأول باردون بالأو،
who is he من يكون هو. هقول مثلا he is علي، هو يكون علي. تمام. مثلا who is she من تكون هي. she is ايه؟ منى مثلا. تمام. ملحوظة مهمة جدا هنا يا شباب مع بعض كده، بص معايا كده، ملحوظة مهمة جدا. احنا الفيرب بي او الفعل بي هنا ممكن نختصر، بيقول لي هنا يختصر اولاد العم بي اهو مع الضمائر فقط. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول he's اللي هي نفسها he is، او she's مثلا هي نفسها she is، واخد بالك؟ طيب انا هنا وطبعا مع باقي الضمائر وكذلك are وغيرها. تمام. طيب هنا بيقول لي مع الضمائر فقط. طب لو مع الاسماء قال لي لا يختصر مع الاسماء. يعني ما اقدرش اقول علز. تمام. مثلا كده علز، لا دي تودينا في حتة تانية هنتكلم عليها فيما بعد. لا الأسماء مثلا لازم أقول إيه؟ علي is، منى is، they are، أو أحمد and منى are كذا. تمام. مفيش اختصار، لازم بكتب إيه؟ الضمير verb to be أو فعل أولاد العم بي زي هما مع الأسماء، لا تختصر مع الأسماء، لا تختصر مع الأسماء، ولكن تختصر مع الضمائر فقط. تمام. يبقى هنا كده احنا اتكلمنا النهارده على اولاد العم بي او الفعل بي. مهم جدا جدا الفعل ده، مهم جدا جدا الفعل ده. فيرب بي ليه 3 اولاد، am و is و are. am و is و are. am بتاخد I، و is بتاخد he و she و it واي اسم مفرد، و are عندي بتاخد we و they و you واي اسم جمع. واتكلمنا على نفيهم ان انا بنفي بنوت، واتكلمنا كمان ان انا بكون سؤال بيهم عن طريق تقديم الفعل المساعد قبل الفاعل. تمام. وبيبقى السؤال عندي بهل، ولو انا هقوله بأداة استفهام هجيب أداة الاستفهام في البداية خالص قبل الفعل المساعد واكون السؤال. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا في الحلقة الرابعة بتاعتنا من المستوى الاول لكورس تعلم اللغة الانجليزية. القاكم على خير ان شاء الله، واستنونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.